لو انت لعيب تنس تتمرن ازاي في الجيم؟ النهارده هنتكلم عن التنس، ومعنى انك لاعب تنس ده محتاج انك يبقى عندك قوة بدنية عالية جدا. طب تعالى نعرف هنعمل كده ازاي. تعالى معايا الجيم. اول حاجة لازم تعرف ان احنا هنقسم السنة بتاعتنا لاربع مراحل اعداد: early pre-season, late pre-season, in season وبريك season. طب تعالى نتكلم عن كل واحدة من دول هنعمل فيها ايه. early pre-season اول قبل الموسم، ده هنركز على ضخامة العضلة وهنمشي بنظام الهايبرتروفي الضخامة من 8 ل 12 عدة. وكمان هنركز على تمارين فانكشنال تريننج، الحركات اللي هنعملها في الملعب بشكل كبير بس باوزان. الكارديو في المرحله دي بيبقى منتظم 30 دقيقه ل 45 دقيقه سرعه خفيفه. المرحله الثانيه ليه بري سيزون، اخر قبل الموسم، ده هنركز فيه اكتر على الماكسيمم باور. معظم تمارينها هتبقى بتركز على القوه الانفجاريه الاكسبلوسيف باور، وكمان هنركز على الايروبيك باور اللي هو الكارديو بتاعك هنخليه هيت كارديو انترفلز. نخش على المرحله الثالثه الان سيزون، فتره البطولات، هتمشي على نظام سترينث عشان تكسب قوه عضليه. العدات بتبقى من 1 ل 6 عدات بس بوزن تقيل، وطبعا هندخل تمارين الاكسبلوسيف باور الايروبيك باور عشان تحافظ على مستواك. الكارديو في المرحله دي هيت كارديو انترفلز. اخر مرحله هي بريك سيزون، بنريح الجسم شويه بس مش معناه ان احنا بنوقف جيم. هنركز شويه على قوه تحمل العضله بوزن خفيف من 12 ل 25 عدد. الكارديو في المرحله دي بيبقى جري منتظم من 30 ل 45 دقيقه. افضل نظام تمرين بالنسبه لي هو الابر واللور، وممكن بوش بول ليجز. وما تنساش تبدا تمرينك بتسخين الروتيتور كاف لان اكتر الناس بيجي لها اصابات منها في التنس. وما تنساش تلعب كور وتمارين البطن علشان دي مركز القوه للجسم. كده تكون عرفت كل حاجه عن تمارين التنس. ما تنساش تعمل لي فولو، وما تنساش تاخد برومو كود يحيى 5 من ايفيد.